في زمن بقينا بنسمع فيه إن التحايل على الحكم شطارة، وإن اللي بياخد حاجة مش من حقه ذكي وفاهم. كان في راجل تاني خالص، راجل بيشوف الكورة بمنظور مختلف، راجل آمن إن كرامته وشرفه الرياضي أغلى بكتير من أي جول أو 3 نقط في مباراة. ده كان الكابتن علي خليل. الحكاية بدأت سنة 1952 في محافظة بني سويف. طفل صغير حب الكورة من والده هداف المحافظة، وما عداش عليه 17 سنة إلا وكانت عيون كشافين الزمالك لقطته. ومع بداية موسم 1971 اتفتحت له أبواب الفريق الأول. وقف جنب زميله فاروق جعفر عشان يكتبوا سوا تاريخ الفن والهندسة. علي خليل مش مجرد لاعب كورة، ده متخرج من الكلية الحربية، ضابط في القوات المسلحة، نقل انضباط العسكرية وهيبة المقاتل وهدوء الواثق للمستطيل الأخضر. وهناك شكل مع المعلم حسن شحاتة ثنائي هجومي مرعب، ثنائي عزف أحلى ألحان الكورة في السبعينات. وجه اليوم اللي خلى اسمه محفور في وجدان الكورة المصرية للأبد. ماتش الزمالك والإسماعيلي في الدوري. علي خليل بيشوط كورة قوية جدا بتمزق الشباك الخارجية وتدخل المرمى من بره. الحكم صفر وقال جول للزمالك. المدرجات ولعت واللعيبة الإسماعيلي اعترضوا. وفي اللحظة دي، اللحظة اللي أي لاعب مكانه كان ممكن يسكت ويحتفل، الضابط النبيل مشي بخطوات ثابتة للحكم وقال بمنتهى الأمانة: مش جول يا كابتن، الكرة دخلت من بره. تنازل عن جول كان ممكن يزود رصيده عشان يدي الدنيا كلها درس غالي، إن الفوز من غير شرف هو أكبر هزيمة. وعلي خليل مش بس أخلاق، ده كان هداف بالفطرة ومرعب الحراس. هداف الدوري المصري الممتاز مرتين ورا بعض، 18 هدف في موسم 76 إلى 77، 12 هدف في موسم 77 إلى 78. رابع الهدافين التاريخيين للزمالك ب94 جول، 3 أهداف في شباك الأهلي و25 جول دولي بقميص منتخب مصر. والغريب والمثير إن شقيقه الأصغر طارق خليل كان مهاجم برضه، بس في صفوف الأهلي. منافسة عائلية زادت من حلاوة الكلاسيكو. لكن الكورة ساعات بتبقى قاسية. سنة 1980 وهو في سن 28 بس وفي قمة مجده، نزلت عليه لعنة الإصابات المتكررة وأجبرته على الاعتزال بدري. ساب الملاعب وساب حسرة في قلوب الجماهير. بعدها سافر الخليج وبدأت رحلة عطاء جديدة استمرت أكتر من 30 سنة في نادي النصر الإماراتي. بعيد عن دوشة الإعلام، ركز كل طاقته في تأسيس مدارس الكورة وتدريب الناشئين، وطلع أجيال ورا أجيال قادة المنتخب.